السلام عليكم متتبعي الأوفياء القناة سفرة أم إسراء، مرحبا بكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة. هنا عندي حلوة تحضريها في آخر الدقائق اللي كتجي رائعة، حلوة الكنافة كتجي بريستيج على مائدة الإفطار نهار العيد. ندوزو باش نحضرو وصفة. بالنسبة للمكونات عندي هنايا 4 الفرماجات، عندي 2 معالق كبار ديال الزبدة، أنا استعملت هنا مارغرين، ممكن تستعملوا الحيوانية كتجي مع زوينة فيها. هنا غنضيف 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده. غادي نخلط المكونات مزيان حتى تذوب سنيده مع المكونات كما كتشوفوا، يعني على شكل بوماد بحال هذه الطريقه. غنضيف كاس ديال الزيت. واحد الملاحظه، الا استعملتوا الزبده الحيوانيه غتضيفوا كاس لاروب ديال الزيت، استعملتوا مارغرين غتحمروا كاس ديال الزيت، القياس كاس العنبه. غنخلطو مزيان حتى تندمج العناصر ونضيفو باقي المكونات. هنا غنضيف بيضه ونخلط مزيان، بيضه واحده، ونخلط المكونات مزيان. هنا غنضيف واحد الساشي بالنكهه ديال الكراميل، ونخلطوا المكونات باش نضيفوا باقي ديال العناصر اللي غنخدموا بها الحلوه ان شاء الله. هنا نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. بالنسبه للكميه ديال الدقيق عندي 400 غرام، واني احتاجيت انا غير 350، ثم على حسب المقياس ديال الدقيق. كما قلت لكم على حسب النوعيه ديال الدقيق كتختلف، يعني ممكن تستعملوا 400، انا هنايا المقدار اللي خدا ليا 350، يعني بقى تضيفوا الدقيق حتى تحصلوا على العجين تكون رطب. هنا ضفت واحد الساشي ديال الخميره الوزن 8 غرام. كما قلت لكم النوعيه ديال الدقيق كتختلف، ممكن تستعملوا 400 غرام، انا هنا استعملت 300 و 550 غرام، يعني تبقى تخلطوا العجين حتى تحصلوا على العجين تكون رطبه. كما شفت هذا هو الشكل ديال العجين اللي تحصلت عليه، كيكون رطب. غادي نبدا نشكل منه كويرات. كناخذ اللاطه اللي غندخل الفران كنفرش ليها ورق الطبخ، ونبدا نشكل كويرات من العجين كما غتشوفوا، يعني القياس اللي بغيتو على حسب الحجم اللي بغيتو ديال الشكل ديال الكويرات. غنديرهم في اللاطه وندخلهم للفران باش يطيبوا. غتشعل الفران من الفوق للتحت من قبل حتى يسخن. هنا بعد ما كملت تشكيل الكويرات غندخل اللاطه للفران حتى طيب الحلوه. نوريها لكم بعد ما طيب الشكل ديالها كيفاش كيجي. هذا هو الشكل ديالهم واللون ديالهم كما شفتوا، يعني ما خليتهمش يتحمروا بزاف. كتجي الحلوه ناجحه من التجربه الاولى
كما شفتوا اللون ديالهم يكون بحال هكا، ما تخليهمش يطيبوا بزاف، كتجي العجينه رطبه وهشيشه بزاف. هنا نديرو الدريساج. بالنسبه للدريساج عندي الشوكولاط ابيض ذوبته في حمام مريم، عندي كنافه هنا محمره. غادي نبدا نغطس الكويرات ديال الحلوه في الشوكولاط ونديرها في هذا الفيرميسي ديال الكنافه بهذا الشكل. يعني الفيديو موضح نفسه كما كتشوفوا. غنكمل الكويرات كاملين بنفس الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو، ونوريكم الشكل النهائي في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي حضرت معكم اليوم في الفيديو. كتجي بريستيج وتجي رطبه وهشيشه، ومكونات بساط. نتمنى لنا الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم بارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء. ما تنساوناش من اللايك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. اللي ما اشترك في القناه يشترك فضلا وليس امرا. كانت معكم سفرة ام اسراء، في امان الله.